كفاية بقى كحك وبسكوت، وتعالوا اقول لكم على مقرمشات مالحة خطيرة جدا تنفع للسهرة او حتى مع كوباية شاي في الفطار. حاجة بجد عظمة. شايفين ازاي دايبة وناعمة ولونها بجد خطير؟ تعالوا نشوف بتتعمل ازاي. هنحط 300 جرام زبدة، عليهم بيضتين، وانا هنا مضاعفة المقادير عشان محتاجة اعمل كمية كبيرة. لو عايزين نص الكمية ممكن تحطوا نص المقادير. هنضيف كمان 200 ملي حليب و200 ملي زيت اكل عادي سواء ذرة او عباد شمس. هنضيف كمان 2 باكت بيكنج باودر ومعلقتين صغيرين ملح و4 معالق كبار سكر ومعلقتين كبار خل. وزي ما قلت لكم ان انا مضاعفة الكمية، انما تقدروا تعملوا نص المقادير اللي انا كاتباها عشان تعملوا نص الكمية. هنخلط المقادير دي كلها مع بعضها لحد ما الملح والسكر يدوبوا، وبعد كده هنضيف كيلو دقيق ونعجن الدقيق مع السوائل لحد ما الدقيق يشرب السوائل وتطلع معانا عجينة متماسكة ما بتلزقش في ايدينا. وهنا انا مضطرة هسيب المضرب واعجن بايديا عشان الم العجين، وده شكل العجين الاخير اللي هيطلع معاكم. هناخد قطعة صغيرة ونعجنها بايدينا كويس كده، وبعد كده نفردها لحد ما تبقى شكل البقسماطة طويلة ورفيعة لحد ما تبقى بالشكل ده. بعد كده هنتنيها نصين ونلفها حوالين بعضها زي الحلزون، او نشكلها باي شكل تاني انتوا عايزينه. ممكن نلفها حوالين بعضها كده زي الدايرة، وده هيبقى شكلها الاخير. نرصها على ورق زبدة في صينية الخبز. ده شكل تاني ممكن نعمله، نلفها من الاطراف كده. انا هنا هي طلعت معايا طويلة شوية فقصرتها ولفتها من الطرفين حوالين بعض، وده شكلها الاخير. ممكن كمان نلفها من الطرفين بس عكس بعض ويبقى ده شكلها. هنشكل العجينة كلها ونرصها على ورق زبدة في صينية الخبز، وبعد كده هندهن الوش بصفار بيض مخفوق ونرش عليه سمسم وندخله الفرن على درجة حرارة 180. بيقعد تقريبا 20 دقيقة لحد ما ياخد لون حلو من تحت، ولو ما اخدش اللون اللي احنا عايزينه من فوق بنفتح عليه الشواية دقيقة او دقيقتين كمان. وده شكله بعد ما خرج من الفرن. بجد انا نفسي تشموا ريحته زي ما انا شماها. جربوها وهتدعولي، والبسكوت بجد مش هيكمل معاكم يومين وهيخلص من حلاوته. وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو علشان يشوفوا اكبر عدد من الناس.